السلام عليكم، تعرف على حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله. السيد الرسول العسكري رئيس الاتحاد الرياضي في شمال الصوير. صفتك رئيس الاتحاد، شنو رايك بهذه الخطوه اللي اقدموا عليها الشقيقين واولاد عمهم؟ اولاد عمهم احمد وفراس. طبعا بداية طبعا نشكر المركز الاعلامي في قضاء الصوير على حضوره وتشريفنا بهذا المحفل الكبير. فكرة الملعب جاءت بسبب الاقبال الكبير لدى شباب المنطقة في شمال الصويرين على الرياضة وعلى الكرة المصغرة تحديدا، وبصراحة هو ثاني ملعب. قبل كان ملعب منتخب الديوانية اللي يبعد حوالي 4-5 كيلوات بالاتجاه. ايضا بعد ما خاض عسير انشئ الملعب، وهذا الملعب فكرته تسميته العفو جيت تيمنا بجد اولاد العم اللي هم احمد وفراس ملعب العبد الله الرياضي. حقيقة الاقبال متزايد يعني بالمنطقة، يعني اكثر من بطولة سوينا ولاحظنا وجود اكثر من 400 لاعب حقيقة على مستوى الشباب. فخطوة مباركة ورائعة. الملعب انشئ بجهود ذاتية بحتة حسب حال ملعب منتخب الديوانية، لم يتلقى دعم لا من منظمة حكومية ولا منظمة مالية ولا من اي حزب طبعا. عندكم طاقات هنا يعني لهم مستقبل رياضي، يعني على مستوى المحافظة، على مستوى والله حقيقة احنا عندنا حاليا 22 فريق، عندنا حاليا 22 فريق مسجلة رسميا بالاتحاد، يعني كل فريق يضم تقريبا بين 25 إلى 30 لاعب. وعندنا ايضا ضمن فرق الناشئة من مواليد 2000 فما دون ايضا اعداد اكثر من 100 لاعب، وان شاء الله نترسم بهم مستقبل جيد. وقسم منهم ايضا موجودين حاليا بأكاديمية نادي الزعيم بإدارة الاستاذ عقيل. نعم، وان شاء الله نتأمل الخير. بس حقيقة تعرف وضع الدولة الحالي، فالمعاناة اكثر شيء من الامور المادية بصراحة. الامور اللي تخص اللاعبين، الملابس، الكرة، غيرها، هاي الامور تجهيزات، هم تجهزونها على حسابكم الخاص او الدولة ساهمت وياكم قدمتوا طلب؟ والله حقيقة احنا ما اقول لك قدمنا الطلب، احنا ايضا اشتغلنا بلجنة الفرق الشعبية بالقضاء اللي هي المؤسسة الحكومية الرسمية، بس حسب وضع الدولة الحالي عرفنا انه ماكو شيء يعني بسبب التقشف هذا الحال. فاحنا عمدنا بهذا اتحادنا الى سياق معين للفرق اللي هو ناخذ اشتراك شهري من كل فريق، طبعا هو مبلغ بسيط، وعندنا بصراحه ميسورين بالمنطقه ايضا دعمونا، وبعدين ان شاء الله نجهز الفرق تجهيزات حسب البطولات الرسميه اللي يقيمها الاتحاد، وهي مرخصه ايضا بطولات مثبته بالاجنده مال الاتحاد.